كلمة نسمعها يوميا باللهجة العراقية نضحك عليها ويستعملها العراقيين كثيرا، لكن معناها أعمق مما نتصور. كلمة يمضرط ليست مجرد مزحة لغوية، بل توصيف دقيق لحالة اجتماعية يعرفها العراقي جيدا. العراقي لا يستخدم هذه الكلمة عبثا، بل يضعها في مكانها الصحيح تماما وبذكاء وتعبير لافت. الغريب أن البعض قد يظنها كلمة عشوائية، لكن العراقي يفهمها فورا دون شرح أو تفسير أو تفاصيل مملة. المعنى الحقيقي للكلمة أنه لا يتعلق بالصوت، بل بالحالة وبالشخص وبالموقف نفسه، والعراقيين يعرفون معناها جيدا. وحينما يقول العراقي يمضرط على شخص معين، فهو يختصر جملة كاملة بكلمة واحدة فقط. وبالحقيقة هي طريقة ساخرة جدا يستخدم لوصف شخص يتكلم كثيرا دون فائدة أو يدعي ما لا يملك. والعراقي بارع جدا في صناعة كلمات تضرب الهدف مباشرا بلا تجريح مباشر أو إساءة صريحة. هذه الكلمة مثال واضح على ذكاء اللهجة العراقية في الاختصار والتوصيف بطريقة ذكية وأيضا بطريقة ساخرة. وهذه الكلمة لو حاولت ترجمتها حرفيا ستفشل، لأن معناها مرتبط بالثقافة العراقية لا باللغة فقط. ولهذا السبب تنتشر مثل هذه الكلمات عند العراقيين بسرعة، لأنها تعبر عن واقع نعيشه فعلا. إن الطريف في الموضوع أن هذه الكلمة قد تقال بنبرة ضحك، لكنها تحمل نقدا واضحا في داخلها. والعراقي حينما ينتقد شخص معين يستعمل طريقته الخاصة دون كلام أو خطاب طويلة أو نقاشات متعبة. كلمة واحدة، ضحكة خفيفة، والرسالة وصلت بالكامل. هذه هي اللهجة العراقية التي فيها كل كلمة معاني طويلة وعميقة. وهنا تكمن قوة وجمال اللهجة العراقية في تحويل المواقف اليومية إلى لغة ذكية ومؤثرة. لهذا تنتشر الكلمات أو اللهجة العراقية بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي محبوباً من غير العراقيين، ليس لأنها مضحكة فقط، بل لأنها صادقة ومباشرة وقريبة من الواقع ومختصرة في مواقف كثيرة. كلمة يمضرط مثال بسيط، لكن يشرح فلسفة ولغة وتعبير لكلام وفكرة عميقة فقط يعرفها المواطن العراقي. اكتبوا بالتعليقات ما هي الكلمات التي ترغبون في تحليلها ومعرفة معناها بالتفصيل الدقيق، أو أصل الكلمة أحيانا. في أمان الله.